ان شاء الله. قناتي رنا وخلخال ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده اللي هي السبحه الاسوره. في اخت فاضله عندنا على القناه طلبت مني السبحه الاسوره، وانا زي ما عودتكم اني بلبي طلبات اي حد يسأل سؤال او اي حد عايز حاجة في المتاح انا بنفذها له. النهاردة عندي الخرز ده خرز بستاج، ده في الاكسسوارات شيك قوي. الخرزاية دي زي الكريستال بس هي مش كريستال، لونها بستاج. ومعايا الخرزتين دول الزيتوني وهنعرف هنستخدمهم في ايه. وطبعا انا هعملها باستك علشان دي اسوره. ليه اسوره؟ علشان اقدر اوظفها لما اجي البسها على ايدي، اطبعها على ايدي. عايزه تعمليها بالاستك اوكي، عايزه تعمليها بالخيط الحرير اوكي، على حسب رغبتك. تمام. فانتوا ليكوا الاختيار. عندي الدلاية وعندي الفواصل، تمام، وعندي القفل. في عندي قفل عادي وفي عندي قفل مغناطيس، على حسب ما احنا عايزين هنعمل هنشوف. ايه نعمله بالاستك ولا نعمله بالخيط؟ تعالى نعملها بالخيط ونشوف هتوصل معانا لفين. تمام. انا طبعا عشان اعملها سبحة اسورة مش هينفع اعمل السبحة اللي هي 33. وانا عشان اعملها السبحة اللي هي 33 هتبقى يدوب. فانا اكيد انت عايزة تعمليها اكتر من دول، فهنعملها 99. خلاص يلا بينا. هنسمي بسم الله ونقطع خيط. هنتعامل بالخيط. خلاص نشيل بقى الحاجات اللي احنا بنستخدمها دي. تمام اهو الخيط اهو. اول حاجة هعملها هحط الفاصل دوت. اي فاصل مش فاصل، هي بتعد فاصل وفي نفس الوقت هتركبي فيها دلاية ليها فتحة كده، تركبي فيها دلاية. تمام. واضحه لكم اهي، هتركبي فيها دلاية. دي اول حاجة هدخلها عشان بعد كده هعتبرها فاصل واعمل الخرز 11 من هنا و11 من هنا. اهو عندي الخيط اهو. تمام. كتبني مشقلب. الخيط اهو، ركزي معايا اهي. وهروح مدخله من كل طرف 11 خرزه. هدخل من كل طرف 11 خرزه. عملت هنا 11 من كل اتجاه والفاصل دي في النص. تمام. وهروح عاملة لكل اتجاه فاصل برضو. يبقى انا عملت هنا 11 فاصل، والفاصل هنا عشان هركب فيه دلاية، وبعديها 11 هعمل في كل طرف فاصل تاني.
كل طرف فاصل عشان هعمل برضو لكل طرف 11. ادي فاصل في الطرف دوت وفاصل. ببسطها لكم يا جماعة علشان لو اول مرة تعمليها ما تحسيش ان الموضوع يعني كبير، يعني لا، الموضوع سهل جدا. اهو من كل جنب عملت فاصل، واروح عاملة برضو هنا 11 وهنا 11. تمام. الجنب التاني بقى هركب فيه 11 برضو. عملت ال11 التانيين من كل اتجاه، هركب فواصل. هعمل الفواصل وانا هنا لا عندي الفواصل معدن، شكل البرميل كده، رقيقة جدا ومناسبة ان انت تعملي الاسورة بيها او اسورة السبحة. عايزة اقولك ان طالما هتعمليها اسورة وسبحة لازم تاخدي فيها الطابع الاسلامي، اللي هي طبعا الدلاية تكون ما تكونش اوفر، في نفس الوقت الفواصل، لون الخرزة وشكل الخرزة. تمام. انا هنا عملت الفاصل وهبتدي برضو اعمل 11 من كل اتجاه، 11 من كل اتجاه، وهنشوف هنعمل ايه تاني. لو انت عايزة تصغريها براحتك، لو انت عايزة تعملي بدل الخيط الحرير استك براحتك. وعلى فكرة الاستك فيه ميزة اني مش هتستخدمي له قفل، مش هتستخدمي قفل، وفي نفس الوقت هيناسب اي ايد. مع ال5 دول هيكملوا ال11 الاخر. فاهمين؟ اتمنى نخرج من النمط اللي احنا متعودين عليه. مش لازم لما نشوف الحاجة نعمل منها الكوبي بتاعها. حاولي تبتكري وحاولي تعملي اضافة للاكسسوارز اللي انت شغالة عليه. خلاص كده تمام اهو. تمام اهي. دي كده وسع بس المكان اهو. دي كده 99 حبة، اللي هي عبارة عن الجنب ده 1 2 3 4، 4 في 11 ب44، والجنب التاني 1 2 3 4، 4 في 11 ب44، يعني معاكي هنا 44 و44 88. هتبصي تلاقي الفرق بين ال88 وال99 11. جزأت ال11 على الطرفين
بحيث هاجي هنا اهوت واروح حاطه زي ما انتوا شايفين كده. الاول اعمل عقده اهو، واروح جايبه الخرزايه دي اهو، واروح مدخلاها جوه. بصوا يعني سهل جدا، ما فيهاش اي حاجه خالص، هي كلها المتاح عندك. وطبعا انت لو عايزاها اسوره فاكيد هتضطري تختاري اللون اللي يناسبك والخرزه اللي تناسبك برضو في نفس الوقت. تعالي احط هنا خلاص اهو اهو. اروح عامله ايه زي ما انتم شايفين كده، دي الفاصل بين ال11 هنا و11 هنا، دي الفاصل اللي في النص المنتصف اللي هي اسم السبحة بالمنتصف. دي هحط فيها الدلاية، والدلاية هنا بصوا عبارة عن وردة، عشان انا ما ينفعش احط دلاية على اساس انها سبحة وفي نفس الوقت تبقى الدلاية اوفر. لا، الدلاية لازم تكون بسيطة كده اهوت. واحنا هنجيب الحلقة، هنجيب حلقة على اساس انها تكون الدلاية وحلقة القفل، واقول لكم ازاي. اهي ادي الحلقة فتحناها، واروح حطاها في الفاصل ده، واروح حاطه الدلاية اهي، واروح قافله الحلقة زي ما كانت واتأكد ان اتقفلت حلو اهي تمام. ومن هنا هوت طبعا انا هنا شكل السبحة زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنا المفروض ادخل الخيط ده في الخرزتين دول، لكن الخيط دوت طلع تخين على ان هو يدخل للخرزتين دول، فانا عملت فكرة ان انا جبت زي المسمار اللي احنا بنستخدمه في الاكسسوارز، وزي ما انتم شايفين كده دخلت فيه الخيط وحطيت فيه الخرزتين، وهبتدي اقطم دي عشان اعمل ايه، اعمل الحلقة اللي هحط فيها القفل اهي. وهبتدي ابرمها برمة بالبرامة كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، واروح قاعدة الف بيها كام لفة عشان اتأكد ان هي هتقفل على القفل، ما تحاولش ان هي ايه تقع مني وانا لابساها اهي. هبتدي بقى اتأكد ان مبرومة حلو، مفيش حاجة بتخربش. لو في سن هنا اتأكد ان السن تمام عشان ما بقاش لابسة الاكسسوار والاكسسوار يخربشني في ايدي اهي زي ما انت شايفاه اهي، مفيش خربشة ولا اي حاجة اهو تمام. واروح جايبة الاول بس اقطع الخيط تمام كده. انا قطعت الخيط وهروح جاية بالولاعة عشان اهي تاني. خلي بالكم انتوا شغالين يا جماعة اهي. خلاص بسيطة ما فيهاش اي حاجة. اتمنى تكون الاستاذة اللي طلبتها تكون بتتفرج على الفيديو. انا همنشنلك عشان تعرفي ان انا برضو اهتميت اهي. هنحط القفل وادي القفل اهو ادي القفل اهو. نتأكد ان شغلنا كله تمام عشان ما يفلتش مني وانا لابساه، او العميل ياخد مني الحاجة تفك منه، يبقى الموقف محرج جدا.
وجبنا دلاية مناسبة لان دي سبحة، ما ينفعش نحط دلاية اوفر كده اهي. ومع الحلقة اللي ركبت فيها الدلاية ده الفاصل، والفاصل ليه فتحة زي ما انتم شايفين كده دايرة، حطيت فيها حلقة ركبت فيها الدلاية وركبت فيها الجزء اللي من القفل المغناطيس اهو خلاص. وعديت 99 خرزة اللي هي في كل طرف 11 وفاصل، كل طرف من هنا 11 تاني وفاصل، وكل طرف 11 وفاصل، وكل طرف 11 وفاصل كده 44 يعني 88 في كل طرف 44 والطرف التاني 44 يعني 48. وبعد كده رحنا عملنا ال11 التانيين في كل قسمناهم على الطرفين بعد الفواصل. وبعد كده جبنا الخيط، المفروض ندخل الاتنين من هنا اهوت. انا الخيط طلع تخين على الخرزتين دول، رحت عقدت الخيط واتأكدت منه، وجبت مسمار من اللي هو بيبقى ليه قفلة زي الحلقة، دخلت فيه الخرزتين ورحت برضو قفلة عليهم بالحلقة زي ما انتم شايفين كده اهو. ورحت جايبة الطرف المغناطيس التاني ركبت جوه الحلقة اهي، المغناطيس التاني طرف المغناطيس التاني ركبت جوه الحلقة دي، وعملت برضو دلاية ما شاء الله او حسب الدلاية اللي انت عايزاها، المهم تكون برضو فيها من السمات الاسلامية. وزي ما انتم شايفين كده الخرز البوستاج برضو اللون اسلامي. وادي هي دي الحلقة الاسورة السبحة الاسورة اهي تتلبس كده كده اهو. وبعد كده بتروح منزله قافله القفل ده في القفل ده، هوريها لكم دلوقتي اهي. بتلبسيها كده اهو، بتروحي لفه الاسوره كده اهو. ودي طرف الحلقه المغناطيس، طرف الحلقه المغناطيس مع الطرف التاني اهو زي ما انت شايفه. معلش عشان انا طبعا مش مستعديه للبسها اهي اهي. ممكن تلبسيها عقد برضو اهو. والمغناطيس بتبقى سهله ليه؟ لان ايه، لما بتعملي قفل عادي القفل بيبقى صعب تركبي في ايد واحده، انما المغناطيس اهو شدتيه فتحتي الاسوره. وبرضه لو عايزه تقفلي اهو هتقفلي اهو شايفين اهو خلاص اهو. تفتحي كده وهتقفلي كده تمام. بصي المغناطيس ده كنت الاول مركباه هنا عند ما شاء الله عند كلمة سبحان الله يعني تمام، بس لقيته هنا افضل لان دي لما حطيت القفل هنا بقت الخرزتين دول نازلين مع الدلاية تمام اهو زي ما انتم شايفين كده اهو اهو. المغناطيس القفل المغناطيس ده اختراع بصراحة اهو. دي السبحة، شوف بقى بتلفيها على ايدك كام لفة حسب مساحة الرسخ بتاعك او حسب مساحة دوران ايدك اهي. ودي الدلاية، وهنا الدلاية بتنزل منها كده بالما شاء الله، بجد شيك جدا
يا رب تكون عجبتكم اهي ان شاء الله باذن الله اهي. بحاول اوريها لكم في كل اتجاه.